مساء الخير. اليوم سيمند وكمان شهد اللي هي كنتهم لعائلة بيوتي. اليوم سيمند وشهد بيقولوا انهم راحوا اخذوا الخزعة، وانهم كمان راح يطمنوا على صحة سيمند لانه المرض اللي عنده واضح انه عامل تورم بالغدة الدرقية عنده. بيقولوا انهم راحوا ياخذوا الخزعة، ولكن كان سيمند ببداية الخبر كان طالع وهو كله متفائل، يعني كله تفاؤل وكله يعني مرتاح نفسيا، وكان يعني مقبل على الخزعة بطريقة يعني مريحة جدا. لكن بيقول سيامند إنه 99% من كل الناس اللي علقت عنده بخصوص إنه راح ياخد خزعة من الغدة عنده عشان هي متورمة، وإنه عنده التهاب كمان في الغدة، كل الناس كانت خايفة عليه وبيقولوا له لا تاخد خزعة والمكان ملتهب. أخذنا الخزعة الحمد لله رب العالمين. بالأخير أخذناها مع أنه الكل حكى لا تاخذوا لا تاخذوا. ما بعرف ليش العالم يعني كمية التعليقات اللي اجت والناس اللي عم تحكي إنه لا تاخذ خزعة، لا يعني أنا خفت للأمانة من كثر ما العالم حكت لا تاخذ خزعة. أنا خفت، يعني كنت بالبداية عادي يعني مالي خايف، بس خليتوني أخاف. بس سألنا الدكاترة كذا دكتور لا تاخذ خزعة. الخزعة وكمان سحب خزعة أو عينة من الغدة كمان كان صعب. بيقول الموضوع اني انا كنت رايح مقبل على الحياة كثير فرحان واموري طبيعية، وتعودت كمان يعني على الفحوصات وعلى الروحة على الاطباء، لكن الناس يعني قفلتها بوجهي. صرت لما بدي اروح كنت مرعوب، كنت خايف، كنت بفكر انه شو اعمل. طيب الناس كلها بتحكي نفس الكلام، الناس كلها بتحكي بنفس الموضوع، انه اذا انت دخلت مثلا اي إبرة على مكان ملتهب أو أخذت خزعة من مكان ملتهب ممكن يؤدي إلى أعراض تانية، إلى أشياء تانية، ولكن قدر الله ما شاء فعل. 3 دكاترة، دكتور الأشعة، دكتور راح ياخذ لي الخزعة، والدكتور الأساسي تبع الغدة، كلهم يعني حكوا إنه كلهم قالوا إنه لا، يعني إنه ما في مشكلة ولازم يعني. وهي خرافات على فكرة. هلا ما بيحكوا خرافات. I don't know. أنا يعني سألت شات جي بي تي دكتور شات جي بي تي وحكى إنه هاي خرافات مبنية على مخاوف من زمان، فالناس ضالة عندها هاي الفكرة. الحمد لله. بيقول استشرت الأطباء 3 مش 1، دكتور الأشعة والدكتور الخاص بالغدة وكمان الدكتور اللي راح ياخد له الخزعة. بيقول لا، الأمور عادية والأمور كمان الحمد لله راح تتم بنجاح. التقرير أو نتيجة هاي الخزعة راح تبين معاهم بعد يومين إن شاء الله على خير. فبيقول سيامند رغم إنه يعني هو خايف، إلا إنه لا، بيقول خلاص الحمد لله اتعود، وكمان هو نفسيا مطمن. الدكاترة ال3 طمنوه وقالوا له أمورك إن شاء الله راح تكون بخير، ونتمنى له الخير ودوام الصحة والعافية. إنه واحد إذا راح على مكان ملتهب أو في مشكلة ويغزه أو يعني يلعب فيه، تيجي أشياء ثانية، مشاكل ثانية. حتى الدكتور شو قال لي؟ فهي الدكتور قال لي حتى تشات جي بي تي ما حكى هيك، ما حكى انه ممكن ينتشر لا سمح الله. بس الخزعه لازم تتاخذ يا جماعه. ليش؟ لاني لو لا سمح الله طلع مرض خبيث، لو لا سمح الله طلع هذا المرض الخبيث، وان شاء الله ما بيكون هيك، نكتشفه مبكر افضل ما واحد يكتشفه متاخر. فافضل طريقه حتى واحد يكتشفه شو هي الخزعه. يعني اذا ما اخذنا الخزعه لا سمح الله كبر الورم، صار شيء، بكون نحن متاخرين. فهاي هو السبب الخزعه. فاخذناها فاخذناها والحمد لله رب العالمين. وحاليا شو تمام. حاليا عم نستنى الانتظار. لحد الان ما بنعرف النتيجه. اوكي ان شاء الله بكره او بعده 4 أيام. ايه مهم. اوكي هذا اول سؤال. لو في جديد تاكدوا انه كل جديد راح يطلع من عنا. بس يا جماعه ولهون بيجي نهايه الفيديو تبعنا. لو عجبكم الفيديو تابعوني. شكرا لكل حدا دخل عندي، شكرا لكل حدا اشترك عندي، شكرا لكل حدا شير الفيديو، شكرا لكل حدا شاف الفيديو، شكرا لكل حدا حط تعليق. بشكركم، بحبكم كلكم، وسهرة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر لكم. مع السلامة.